فأنا لا أقل شيء عن الطالب العادي. أي حاجة يقول لك أنت مالكش، أنت تعليم مدمج، مش أنا باخد منهج تعليمي زي التعليم العادي يبقى ليه شهادتي تبقى أقل؟ فإحنا نظام التعليم بتاعنا صعب ولا يقل شيء عن نظام التعليم العادي. وبعد ده كله بتتخرج تلاقي الشهادة بتاعتك مكتوب فيها كلمة مهني، وإلا فين تكافؤ الفرص اللي بنتكلم عنه؟ كل الناس حاليا بتقول إن نظام التعليم المفتوح راجع، وإن الجلسة الجاية هيتم النطق فيها بالحكم بعودة التعليم المفتوح. بعيدا عن إن الكلام ده بيتقال تقريبا من قبل ما أخش الكلية بأكتر من 3 سنين، بس أنا عندي سؤال مهم. إحنا كطلاب التعليم المدمج إمتى شهادتنا هتبقى أكاديمي مش مهني؟ إمتى كلمة مهني دي هتتشال من الشهادة؟ هل لما يتم النطق بالحكم وعودة التعليم المفتوح الشهادة بتاعتنا هتتغير؟ هيتشال كلمة مهني من الشهادة لما يتحكم بعودة التعليم المفتوح ولا إيه نظامنا؟ ما احنا عايزين برضه نبقى فاهمين. للعلم احنا مش فارق معانا مسمى نظام التعليم سواء كان تعليم مفتوح او مدمج او مستمر او غيره. اللي فارق معانا ان الشهادة تكون اكاديمي، ان الشهادة تكون زي بقية الشهادات اللي كل المعاهد والكليات الخاصة والجامعات الاهلية بتديها. وقبل ما اتكلم عن المشاكل اللي بتواجهنا كطلاب التعليم المدمج وعن مطالبنا، في شوية حاجات كده عايز اوضحها. كل الناس واخدة فكرة عن طلاب التعليم المدمج إن هم بيروحوا يدفعوا فلوس وياخدوا الشهادة ويمشوا، مفكرين إن نظام التعليم اللي إحنا فيه سهل. أول حاجة عايز أوضحها إن نظام التعليم اللي إحنا فيه مش سهل، يمكن نفس نظام التعليم العادي ويمكن يكون أصعب شوية، لأن إحنا بندرس نفس المناهج ويمكن تكون المناهج أصعب شوية ونفس مدة التعليم اللي هي 4 سنين. فأنا لا أقل شيء عن الطالب العادي، بالعكس يمكن يكون الموضوع عندي أصعب شوية، لأن الطالب العادي عنده طول السنة درجات بتفيده أو في درجات رأفة بياخدها ساعة الامتحان. لكن أنا كطالب تعليم مدمج أنا بخش أمتحن، بحل اللي أنا عارفه، لو ما عرفتش أحل بعيد المادة من تاني وبدفع فلوسها تاني. لكن الطالب العادي معاه درجات بياخدها طول السنة بتفيده في الامتحان، حتى لو محلش كويس الدرجات دي بترفعه أو في درجات رأفة بتعديه وتخليه ينجح. لكن أنا كطالب في التعليم المدمج ما عنديش أي حاجة تسندني، ده غير الامتحانات بتاعتنا بقى فيها مقالي، يعني الموضوع بقى أصعب من الأول، والطبيعي إن اللجان بتكون شادة، وأنا مش عايز طبعًا أقول إن أقل واحد فينا سايب التعليم من بقى له 5 سنين. فإحنا نظام التعليم بتاعنا صعب ولا يقل شيء عن نظام التعليم العادي، ولازم تكونوا عارفين إن إحنا دخلنا التعليم المدمج ده لظروف ما. داخلين بندوّر على فرصة جديدة للتعليم، بندوّر على طوق نجاة، إن إحنا نحسّن من مستوانا، سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الوظيفي. وبرضه لازم تحطوا في الحسبان إن 90% من اللي في التعليم المدمج اتمنعوا إن هم يكملوا دراستهم لظروف ما خارجة عن إرادتهم. ولما اتخطينا الظروف دي ورجعنا عشان نكمل تعليمنا أو علشان نكمل الحلم اللي كان نفسنا فيه من الأول، ما كانش قدامنا غير التعليم المدمج. فإحنا كطلاب التعليم المدمج إحنا مش داخلين نتدلع ولا نضيع وقت، إحنا مش فاضيين. الفرق بيني وبين الطالب العادي إن الطالب العادي ما وراهوش أي مسؤولية غير الدراسة، لكن أنا كطالب في التعليم المدمج أنا عديت المرحلة الدراسية، أنا ورايا مسؤوليات. في مننا اللي شغال، في مننا اللي متجوز، في مننا اللي عايز يتجوز، في مننا اللي وراه أولاد، في مننا اللي وراه أحفاد. التعليم المدمج بيجمع الناس من 19 سنة ل60 سنة تقريبا، أنا أكبر حد قابلته كان 58 سنة. فإحنا كطلاب التعليم المدمج إحنا مش عالم فاضي، إحنا ناس بتضحي بوقتها وباليوم الأجازة بتاعتها وبفلوسها وبمجهودها لأجل إن يكون معانا شهادة زي بقية البشر. وبعد ده كله بتتخرج تلاقي الشهادة بتاعتك مكتوب فيها كلمة مهني، تيجي تغير البطاقة تلاقي مكتوب بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المدمج المهني. طب ليه الأذى؟ أنا عايز أفهم من المسؤول عن الموضوع ده هو هيخسر إيه لو غير مسمى الشهادة؟ هل علشان الكليات الخاصة والأهلية؟ ما تقلقش إحنا 90% مننا دبلومات فنية، ملناش دخول الجامعات الخاصة ولا الأهلية أصلا. ده غير إن الجامعات الخاصة والأهلية محكمة بسن معين، إحنا معديين السن ده. فأنتوا مش هتتضروا في حاجة لو غيرتوا لنا الشهادة. إحنا مش هنطلع نبوظ في المجتمع، إحنا بالعكس ده إحنا بنحسن مستوانا الاجتماعي والتعليمي علشان نبقى أحسن. بنحاول نطور من نفسنا والمفروض تدعمونا إن إحنا نوصل للتطور ده، وتساعدونا إن إحنا نحسن من نفسنا ومن المجتمع اللي حوالينا. في ناس مننا واصلة لمستوى كويس جدا في شغلها بس الموضوع متوقف على الشهادة، فهو مش داخل يلعب. وفي ناس بتسأل كلمة مهني ضركوا أو مزعلكوا في إيه؟ تعال هقول لك مضايقانا في إيه. أول حاجة لما تيجي تتخرج وعايز تقدم على دبلومة أو ماستر ماجستير أو دكتوراه، أي حاجة يقول لك أنت مالكش، أنت تعليم مدمج مالكش الحاجات دي. ولو هتقدم على ماجستير أو دكتوراه يبقى مهني برضه، تدفع فلوس كتير وهتاخد شهادة أقل من الشهادة الأكاديمي. يعني أنت درجة تانية، مع إن أنا أصلا قبل ما أخش التعليم المدمج ما كنتش مقتنع بيه.
بس هم قالوا لنا إن الشهادة واحد، ده غير إن في حد قابلني كان في مكان شغلي قال لي: "أنا كنت نفس وضعك ودخلت التعليم المفتوح واتخرّجت وعملت ماجستير ودكتوراه وحاليًا ما شاء الله في مستوى كويس جدًا، فأنا دخلت علشان أبقى زي الراجل ده، لكن لمّا أخُش وأبقى خلاص هاتخرّج أو باتخرّج ألاقي إن الكلام ده ما فيش منّه، ما ليش إني أقدّم على ماجستير ولا دكتوراه وآجي أسجّل في أي نقابة يقول لي: "لأ أنت ما لكش تسجيل." آجي أسجّل في وزارة الخارجية الشهادة علشان أسافر يقول لك برضه أنت ما لكش. طب ليه؟ علشان أنت مهني. طب إيه كلمة مهني؟ مش أنا درست 4 سنين زيي زي بقية زمايلي؟ مش أنا باخد منهج تعليمي زيي زي التعليم العادي، يبقى ليه شهادتي تبقى أقل؟ ما هو حد يقنعنا، حد يقنعنا إحنا ليه شهادتنا درجة تانية مش درجة أولى. إحنا بندرس ال4 سنين وبناخد نفس المناهج ونفس الدكاترة اللي بتدّي للتعليم العادي هي اللي بتدّينا، يبقى ليه المنهج أو الشهادة بتاعتنا تبقى أقل؟ طيب أنا كشاب مولود في البلد دي مش هاسافر أشتغل بالشهادة ومش فارق معايا حوار النقابة، أنا عايز أشتغل في شركة محترمة أو وظيفة حكومي، الوظايف الحكومية ما بتقبلش الشهادة وده قطعًا، تيجي تخش الشركات الخاصة المحترمة، تيجي تخش interview أنت وشخص من الشهادات الأكاديمي يكون أنت معاك الخبرة والكفاءة وأكتر ياخده هو، ليه؟ علشان الشهادة بتاعتك شهادة فرز تاني غير معترف بيها. مع إن إحنا بندرس نفس المنهج ونفس عدد السنين ونفس الدكاترة، طب إيه اللي يخلّي الشهادة بتاعتي فرز تاني؟ إيه اللي يخلّي الشهادة بتاعتي كلمة مهني دي لو شلتوها هتتضروا في إيه؟ ليه بتتعاملوا معانا كإننا ما دخلناش امتحانات ولا ذاكرنا ولا تعبنا ولا قعدنا 4 سنين علشان ناخد حتة ورقة ترقينا في شغلنا أو تطوّر مننا أو تحسّن مستوانا قدّام الناس حتى؟ للأسف في مصر سمعة التعليم المهني إن هي شهادة فرز تاني، فرز تالت، فرز عاشر، ما لهاش قيمة. إحنا كطلاب التعليم المدمج لمّا بنتخرّج وبنلاقي الشهادة مكتوب فيها مهني ونيجي نقدّم لأي وظيفة ونترفض بنحس إن تعبنا كُلّه راح. أصل أنا ما اترفضتش علشان عيب فيّا، أنا اترفضت علشان كلمة مكتوبة في الشهادة زيادة. كلمة مهني دي لو اتشالت كل مشاكل التعليم المدمج هتتحل، وأنا مش شخص ولا 2 ولا 1000، مش بعيد نكون 100,000 الله أعلم كام طالب في التعليم المدمج. أنا كطالب في التعليم المدمج مش عايز ألاقي نفسي بعد ما قعدت أدرس 4 سنين في جامعة كبيرة زي جامعة القاهرة والّا عين شمس، ألاقي إن تعبي كله ده راح على الفاضي. إحنا ما بنطالبش بحاجة كبيرة، إحنا كل اللي بنطالب بيه إن يتشال كلمة مهني من الشهادة. إحنا كطلاب التعليم المدمج ما بنطالبش غير بالعدل. إحنا ما بنقولش ادونا الشهادة ببلاش ولا إننا ننجح من غير تعب، نيجي لمطالبنا ورجاءً إن حد يسمعنا. المطلب الأول لا إما تساوي الشهادة بتاعتي بالشهادة الأكاديمي وتبقى شهادتي أكاديمي، طالما أنا بادرس نفس المنهج ونفس المدة ونفس الرسوم ويمكن أكتر، فأنا من حقي إن الشهادة تكون زيها زي النظام العادي. أو لو حضراتكم مصرين إن الشهادة تفضل مهني زي ما هي يبقى تدوا الشهادة قيمتها الحقيقية في سوق العمل، وتضمنوا لينا إن إحنا مش هنقف عند سقف وظيفي معين لمجرد إن الشهادة بتاعتنا شهادة مهنية، وإلا فين تكافؤ الفرص اللي بنتكلم عنه؟ ليه كل الإجراءات اللي بتيجي بتكسر مهادفنا وتقول لنا آسفين مش هنساوي تعبكم بتعب الطالب العادي، مع إن إحنا تقريبا بنتعب أكتر من الطالب العادي، والطالب العادي مش أحسن مني في حاجة بالعكس. وأنا ما باحبطش زمايلي اللي في التعليم المدمج، بس إحنا بنحاول نسعى إن إحنا نحسّن الشهادة، إن إحنا لمّا نتخرّج ما نحسّش إن إحنا أقل من حد ولا تعبنا راح على الفاضي، وإحنا لو ما حاولناش إن إحنا نساعد نفسنا ما حدش هيساعدنا. القضايا ماشية في المحاكم من بقى لها سنين، وإحنا حتى الآن كل شوية يكون في تأجيل، فلازم الجلسة الجاية نعرف راسنا من رجلينا. رجاءً أي حد يشوف الفيديو للآخر يحاول يشيّره في كل الجروبات على قد ما يقدر. لأن دي الطريقة الوحيدة اللي يمكن صوتنا يوصل لحد من المسؤولين ويفهم وضعنا عامل إزاي. وأظن إن أنا شرحت بالقدر الكافي أو على قد ما أنا عرفت وضعنا عامل إزاي سواء في التعليم أو في الوظائف، ورجاء من كل زمايلي أو من أي حد يشوف الفيديو ده يشيره في كل الجروبات لعل إن يوصل لمسؤول من المسؤولين ويفهم وضعنا عامل إزاي، يفهم إحنا عايزين نغير الشهادة علشان إيه. لأن إحنا ما فيش في إيدينا حاجة غير إننا نوصّل صوتنا للمسؤولين، وإن شاء الله ربنا هيجازينا على تعبنا، وإن شاء الله الشهادة هتكون متساوية بنظام التعليم العادي، لإن إحنا مش أقل منهم في شيء. السلام عليكم.